السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة يسرا أم رزان. اليوم ان شاء الله جيت لكم بوصفة جديدة، وصفة ديال لي برجر في الدار. تقدروا ديروهم بأسهل طريقة، كيجيو زوينين بزاف، والخبز كيجي معكم ناجح ومفشفش ورطب من اول تجربة. اللي غادي تجربوهم غادي يعجبكم بزاف. كذلك غادي نشارك معكم واحد البطاطا تاهي تجي بنينه بزاف ترافقوا بها هاد لي برجر هادو، والحشوه اللي غادي نديرو. فتابعوا معايا المقادير والطريقه والوصفه حتى الاخير. فاول حاجه غادي نحتاجو الفرص. تقريبا غادي ندير واحد الكاس ديال الفرص. هاد الكاس هذا خرج ليا 6 ديال لي برجر، وهنا الكاس عندي كبير تقريبا فيه واحد 160 مليلتر. صافي غادي نحتاجو كذلك سنيده. غادي ندير ملعقه صغيره. غادي نديرو 3 ملاعق من الزيت، زيت المائده. وكذلك غادي نحتاجو كاس ديال الحليب اللي غادي يكون دافي، وغنزيد عليه الخميره ديال الخبز، تقريبا ملعقه ديال خميره الخبز. هنا غادي نزيدو الملح، ملعقه صغيره من الملح. غادي ندمج كلشي مزيان صافي، وغادي نغطيهم ونخلي حتى تضاعف لينا هاد الخليط هذا. من بعد غادي نزيد نضيف عليه واحد البيضه، وغنبقاو نضيفو الفرص شويه بشويه. هنا تقدروا تجمعوها هكا بيديكم، تقدروا تستعنوا هكا بشي سباتيل ديال الخشب. صافي هنا كنبقاو نضيفو الفرص. هنا مازال خاصها يعني الفرص يعني مازال، غير هي ما تقصحوهاش بزاف، وكذلك ما تخليوهاش جاريه. غنزيد نضيف لها تقريبا غير واحد شويه صافي، وغادي نخليها بهذا الشكل هذا، يعني تتكون مازال تتلصق. من الفوق بشويه ديال الزيت، وغندير ليها سلوفان ونحط عليها واحد المنديل ونخليها هكا حتى تضاعف الحجم ديالها بهذه الطريقه هذه. وغادي نبداو نشكلوها لكريات صغار اولا كبار على حسب نتوما شنو بغيتو. فهنا كندهنو يدينا مزيان بالزيت اولا بالماء باش تقدروا يعني تحكموا في العجينه. وكيف قلت لكم العجينه ما تكونش قاصحه باش القرص كيجيكم خفيف بزاف. هنا غادي نحطهم فوق بابيت كويسون، اولا الا كان عندكم هذا الورق هذا زيدوا دهنوه مزيان بالزيت اولا بالزبده، غير باش تضمنوا انه ما يلصقش فيه. وغادي ناخذ واحد الدائره بهذا الشكل هكا، وغادي نبغى نضغط على هاد لي برجر باش يجينا داك الشكل ديالهم هكا، يعني كيجيو في قياس واحد كلهم. صافي وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يخمروا واحد شويه، تقريبا واحد ربع ساعه، لان دابا الصيف دغيا تيخمروا. وغادي ندهنهم مزيان بشويه ديال البيض مخلط مع شويه ديال الحليب. وكذلك غادي نضيفوا ليه هنايا دوك الزرارع. تقدروا ديروا غير السمسم. انا كيف كتلاحظوا خلطت شويه ديال البافو مع شويه ديال السمسم مع الزريعه ديال نوار الشمس. كتعجبني هاد الزريعه هذه. صافي وغادي ندخلهم من الفران على عافيه اللي تكون مهيله، والفران يكون سخون، وتخليهم حتى يتنفخوا ويطيبوا لكم بهذا الشكل هكا، كيجيو محمرين زوينين. وهنا كيف كتضغطوا على هاد البرجر هذا تلقاوه خاوي من الداخل. هاد الوصفه هذه كتجي زوينه بزاف. لي برجر ديالكم تيجيو رائعين ورطبين. فهنا من بعد ما بردوا باقيين يعني رطبين كيف ما الاول. وهنا غادي نوريكم واحد الطريقه ديال البطاطا تجي صحيه وزوينه بزاف في الفران. غادي نحتاجوا البطاطا اللي متوفره عندكم، يا البيضه يا الحمراء اللي كانت. وغادي كل وحده غادي نغسلها مزيان حتى ما يبقاش فيها حتى شي حاجه، لا غبره لا والو. من بعد غادي نقسمها على جوج، وكل نصف غادي نقسموها هكا على 3 بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. وغنبقى هكا مستمره حتى نقطع هاد البطاطا اللي عندي كلها. من بعد غنبقى ناخذ كل مورسو غادي نقسمو على جوج باش تجينا هكا صغيره. صافي غادي ناخذ كاسرونه ندير فيها داك لي بطاطا، وغادي نزيد معاهم الماء تقريبا حتى نغطيوها مزيان بالماء، وواحد الملعقه صغيره من الملح. صافي هنايا غادي نخليها حتى تغلى مزيان، وغادي نطفي عليها
يعني كيكون فيها غير نص سلقه، ما تخليوهاش يعني تتسلق مزيان وتليط، لا غير شويه كتسلق شويه صافي. غادي تجبدوها، غنديرها في واحد المول وغادي نزيد عليها الملح، كذلك غادي نزيد عليها الفلفل الاسود. هنا الملح ما تكثروش لان في الاول كنكونوا درنا ليها صافي. وغادي نزيدوا عليها الزعتر محكوك، وغادي نضيف ليها كذلك شويه ديال التحميره بالنسبه هكا للون، وكيعطيها حتى واحد المذاق اللي هو زوين. وغادي نزيدو حتى الزيت وغندخلها للفران ونخليها حتى طيب وتحمر مزيان. وانا غادي ندوز معكم باش نحضروا الحشوه ديال لي برجر. غادي ندير اول حاجه الزيت، وغادي ندير قطع ديال البصل بهذا الشكل هذا، كيكون مقطع رقيق بزاف. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه ونبقى نقلبهم حتى يطيبوا لينا. بنفس الطريقه غادي ندير حتى المطيشه حتى نتحصلوا عليهم بهذا الشكل هكا، يعني كيكونوا غير بحال هكا صوطيناهم شويه وصافي. وهنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الكفته، غنزيد عليها الملحه تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نزيدو كذلك نصف ملعقه صغيره من الكمون والابزار والتحميره بطبيعه الحال. وغنخلطوا كلشي مزيان ونشكلهم الكرات. وهنا غادي ناخذ كل كره ديال الكفته ونسطحها مزيان، وغادي نديروها في هذيك المقلاة. وغادي نخليها هكا حتى يطلق منها شويه داك اللون، نقلبها. من بعد غادي نزيد عليها واحد الفرماج ديال الساندويتش، وغادي نغطي عليها ونخليه حتى داك الفرماج يذوب ويتذهب. ومن بعد هنا غادي نعمرو هنايا لي ساندويتش ديالنا، عفوا لي برجر. صافي غادي نديرو الصلصه اللي متواجده عندكم اولا كتفضلوها نتوما، وغادي نزيد شويه ديال البصله شويه ديال المطيشه اللي ديجا صوتينا، وغادي نزيدو الكفته مع الفرماج اللي كيكون دايب عليها بهذا الشكل. كذلك غادي نزيدو مطيشه والبصله من الفوق. هنا تقدروا ديروا حتى الخس، راه كيعطي واحد المذاق اللي هو تا هو زوين. انا ما كانش متواجد عندي داكشي علاش ما درتوش. وهنا هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، طبق صيفي كيجي زوين بزاف. تقدروا تحتاجوه هكا للخرجات، اولا يعني تقدروا ديروا هذا الخبز هذا وتحتفظوا به، وكل مره تجبدوه وتعمروه ولا تسخنوه في الفران عاد تعمروه الا كيعجبكم هكايا سخون. وكذلك شاركت معكم هاد البطاطا هذه تاهي كتجي بنينه بزاف وسهله وسريعه، واهم حاجه انها صحيه وكتواتى بزاف مع هاد لي برجر. وهنا كانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.